تعالوا نعمل مع بعض النهاردة طاجن كباب علي نازك الشهير بطاجن الشيف براك اللي بيعمله في محلاته، بس بيعمله بأسعار فلكية غالي جدا. تعالوا بقى نعمله في البيت بسهولة جدا وغير مكلف، ومكونات بسيطة هتكون موجودة تقريبا عندكم في كل بيت. تعالوا نبدأ الطريقة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هاتي حلة أو طاسة، حطي فيها معلقة زبدة كبيرة ومعلقتين زيت، سيبوهم يسخنوا كويس. انزلي بكمية اللحمة اللي موجودة عندك واللي تحبي تحطيها، دي تقريبا حوالي نص كيلو مقطعاها مكعبات صغيرة جدا. لما الزبدة والزيت سخنوا جدا نزلت باللحمة عشان تاخد صدمة من جميع الجوانب، ونزلت السوائل وهسيبها تنشف فيها. كمان نزلت برشة من الملح والفلفل وكمان رشة من جوز الطيب. هحط كمان 3 فصوص من الثوم المفروم. هقلبهم بقى مع بعض كده شوية لغاية ما اشم ريحة الثوم والبهارات الجميلة دي مع اللحمة. هنزل بكوبايتين مية بتغلي على اللحمة وهغطيها لما تغلي، وبعد كده ههدي عليها النار وهسيبها بقى تستوى براحتها. معايا 3 من البتنجان، يعني هعمل لهم كده نغزات بالسكينة زي تشريحات كده داخلية علشان هاخدهم واروح على النار هشويهم من فوق. وانا بفضل ان انا اشويهم على البوتاجاز من فوق افضل من الفرن. بقى نعمل الصوص اللي هنحطه مع البتنجان. تاتي كوباية صغيرة من الزبادي، معاهم 3 معالق كبار من الطحينة، وكمان 3 فصوص توم مفرومين، وحطي عصير ليمونة كاملة، وحطي رشة من الملح او حطي الملح على حسب رغبتك. قلبي بقى كويس جدا كل المكونات دي لغاية ما تلاقيها اتدخلت في بعض بالشكل ده. هزود يعني حوالي معلقتين مية كده لو احتاج الامر، وهقلب تاني لغاية ما يبقى الصوص بالشكل ده. انا بقى لما شلت البتنجان من على النار حطيته في الحلة وغطيته علشان اقدر افصل اللحمة عن القشر بسهولة. ولو في بذور، لو لقيتي فيه بذور يستحب ان انت تشيليها عشان ما يكونش ممرر في الاكل. هشيل بقى كل الكمية دي وهحطها في بولة تانية، ولو لقيت بقى قشور سودا او اي كلام من ده بتشيليه على طول. وبعد بقى ما عملت كمية البتنجان كلها هضربها بالهاند بلندر بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ويا ريت تخلي فيها قطع، يعني ما تخليهاش طرية قوي او ما تطحنيهاش قوي. حطي بقى عليها الطحينة، يعني حطي على البتنجان ده حطي الصوص اللي انت عملتيه وقلبيهم مع بعض بالشكل ده، خليهم يتجانسوا كده مع بعض. وبعدين في نفس الطاجن نضفته، وبعدين هنقل بقى المكونات تاني فيه. هعمل فيها بقى شكل كده بالسباتولا زي اللي احنا بنشتريه من بره، وهحط عليه اللحمة طبعا دي بقى حطيتها بعد ما شربت المية كلها واستوت كويس جدا. وفي نفس المادة الدهنية اللي مكان ما حمرت اللحمة حطيت معلقة صغيرة من البابريكا وشوحتها مع المادة الدهنية اللي موجودة. لو ما فيش كتير تقدري تزودي زبدة وترشيها كده على اللحمة من فوق وعلى الطاجن، وتحطي بقى شوية مكسرات كده. انا حاطه هنا شوية لوز محمص، تقدري بقى تحطي فول سوداني. حطيت كمان رشة من البقدونس، عندك كزبرة بقدونس اي حاجة مش مشكلة، حطي عليها كده من فوق رشة كمان. وشوفوا بقى عملنا احلى طاجن كباب علي نازك المشهور بطاجن الشيف براك. طعمه مختلف، وصفة جديدة، طعم جديد هيعجبك جدا. جربيه وقولي رأيك. تعالوا بقى نشوف كده مع بعض، ناخد بقى كده واوريكم بقى الصوص مع البتنجان مع اللحمة. بجد جميل جدا جدا. تقدري تاكليه مع عيش او تقدري كمان تاكليه مع رز زي ما تحبي، بس انا اكلته مع عيش كان بجد تحفة جدا. يلا بقى جربوه قولوا لي ايه رأيكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.